أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضيافة الطريقة الكركرية في برنامجي في صحبة شيخي التربية. هي الصحبة التي تنتشل المريد من نفسه ومن عيوبها وترتقي به إلى حضرة مولاه، حيث يتخلص من الشوائب ومن الحجب التي كانت تحول بينه وبين الحق وبين نور الله عز وجل. كنا استضفنا في الحلقة الماضية فقيرا كركريا مراكشيا تحدث لنا عن مجموعة من المحطات في حياته التي أدت به من تيار يكن العداوة للتصوف بجميع ما يعني يحتويه هذا المجال الضخم إلى رحاب التصوف. فكانت هذه الرحلة تمهيدا لدخوله من باب غير حياة كل من دخل منه، باب الحضرة الكركرية، حيث سيلتقي بالشيخ سيدي محمد فوزي الكركري، وسيكون ما يكون ليتحول من الأستاذ سيدي عبد الحميد إلى الفقير الكركري. سيدي عبد الحميد، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك سيدي إدريس، جزاك الله خيرا على هذه الاستضافة الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون عند حسن ظن المشاهدين وعند ظن سيدنا الشيخ قدس الله سره. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، أحسنتم سيدي عبد الحميد، وشكرا لكم جزيلا مرة أخرى. في الحقيقة كانت الحلقة الماضية حلقة مشوقة بالنسبة لي، يعني الاسترسال في الأحداث كأننا نتحدث عن سيرة عطرة ما شاء الله. يعني هذا لم ندخل بعد إلى الطريقة الكركرية، هذا فقط كيف أن الله عز وجل يسر لك السبل لتجد نفسك متصلا بسيدي الحافظ الرباطي، حيث كنا توقفنا فأمدك بالورد. يعني كنا توقفنا حتى قبل أن تتحدث لنا عن أول ورد قمت به، فلك أن تكمل من حيث شئت سيدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، ويعني ببركة سيدنا الشيخ قدس الله سره يعني نواصل لما كنا قد وقفنا عنده من الحديث عن يعني لحظة تلقي الورد بذلك الفرح والسرور، نظرا لأن يعني تقديم الورد ديالي كان كاليد الرحمانية التي انتشلتني من ذلك التردد الذي كنت أعاني منه. فيعني بدأت أحفظه، حاولت أن أحفظه في نفس الصبيحة في نفس اليوم حتى أبدأه مساء بهذه النية، وفي نفس الوقت قمت بصلاة الاستخارة ليلا، قمت بالورد وصليت صلاة الاستخارة فرأيت رؤيا. في هذه الرؤيا رأيت، أو في جزء منها أذكر، في نفس الليلة يعني في نفس الليلة نعم. رأيت كأنني في مستشفى وأنني ممدد على يعني فراش المرض، لا أدري سبب دخول المستشفى، ولكن هكذا رأيت نفسي نعم. وأرى كأن طبيبا مع ممرضة أو ممرضين، وغالبا ممرضة، يعني في حوار حولي كأنهم يتحدثون عني، فيقول كأنها تقول له أنه ما زال مريضا، فيقول لها لا، يحتاج يعني حتى يأخذ الدواء المرة الثانية. حينئذ طبعا أنا كنت قد قمت بالورد مرة واحدة وقمت به بشكل عادي، يعني لم ألحظ أي تغيير، لكن حينما حل المساء وحينما قمت بالورد للمرة الثانية، يعني إذا بي أجد يعني كأنني يعني أعيش تغييرا جذريا وسريعا ومفاجئا وغريبا في نفس الوقت. سبحان الله. يعني أنا شخصية كسولة عادة، يعني رغم دعوة تدين ودعوة الالتزام التي عشنا يعني وهمه لسنوات في المسارات الماضية، كنا مجرد أشكال وندعي فقط، وذلك أورثني كسلا. يعني اللسان يتكلم وينتقد وكذا وكذا، ولكن في الممارسة كانت قليلة. فكل ذلك الخمول والكسل في العبادة وكذا والغفلة والمعصية وكذا كله يعني كأنه يعني ظلمة قشعت أو غيمة يعني مظلمة، غيمة بدأت تمطر بعد أن كانت مجرد حاجز للضوء. سبحان الله.
أجد في نفسي إقبالا على العبادة، حضورا في الصلاة، خشوعا، لم أكن يعني سهل علي القيام، سهل يعني كثير من الأمور التي كانت تثقل علي صارت ميسرة. حتى الصيام كنت أستثقله كثيرا، لا أصوم تقريبا إلا رمضان وبعض الأيام الفاضلة يعني. فأيضا وجدت في تلك الفترة يعني وجدت كل هذه الأمور تتيسر وتسهل على النفس وينشرح لها الصدر. فقلت هذه أول بركات هذا الورد. طبعا في البداية لم أشاهد النور هكذا في أخذي للورد في الوهلة الأولى، ولكن يعني بدأت يعني ألمح أشياء أنا في ذلك الوقت لم أكن أفهم، ولم أكن أعرف تجليات النور ولا مراتب التجلي وأنه قد يظهر كذا وكذا. فكنت أرى أشياء يعني كسحب وكذا ولا أفهم أن لها علاقة بالنور. كنت يعني أتذكر ما يذكره أهل الشهادات من أن بعضهم يرى كذا ويرى التجليات وكذا في الخلوة مثلا يعني في ثمر. أنا أبحث عن ذلك. أنا هذه أشياء لم أعترف بها فبقيت، لكن فهمت فيما بعد أن هذه كانت إرهاصات لذلك الفضل الكبير. فالحمد لله يعني مضيت في هذا النعيم، في الحقيقة كان نعيما عشته أياما، لكن النفس طبعا لن تتركه. وأنا يعني في الحقيقة سيدي إدريس أنت يعني كنت قد عرضت علي مثل هذا اللقاء من قبل وكنت أتردد لأني أرى في تجربة لا أرى في تجربتي ما قد أفيد به، لكنني مؤخرا انتبهت إلى أمر قلت إذا لم يكن في ما قد أفيد به من الناحية الإيجابية فعلى الأقل فلأعرض أخطائي على إخواني المستمعين لعلهم يستفيدون منها ويعتبرون بها فأفيدهم من هذه الناحية. يعني قلت أن النفس يعني لا تتركك. طبعا حينئذ ستستيقظ النفس ويستيقظ ويأتي الشيطان وتبدأ الوساوس كذا من أجل ردك عن هذا الطريق الذي بدأت تخطو فيه. فكانت فترة يعني قضيت فترة يعني مهمة وأنا في مد وجزر وفي صراع مع النفس. مرة حدثتني نفسي بعد أن عشت هذا، وهذا طبعا خطأ، يعني لا ينبغي الإنسان بعد أن عرفه الله وأذاقه وكذا أن يتراجع بدون سبب يعني مقبول في الحقيقة، لكن هي مجرد أهواء النفس ومراضيها وسفليتها. فيعني نفسي حدثتني، قلت وكأنه بدأت تستيقظ في تلك اللوثات القديمة، فقلت ما الذي يدخلني في أمر يعني مختلف حوله؟ سبحان الله، لماذا أدخل في أمر مختلف حوله؟ هذه أذكار من الكتاب والسنة، فلأتخذ لي وردا من عند نفسي سبحان الله، وأضع لنفسي وردا وأواظب والورد كالورد وكذا. ففعلت، سولت لي نفسي ففعلت، فإذا بي أسلب كل ما كنت فيه، حتى أن ذلك الورد الذي وضعته ما استمرت عليه حتى يومين، ربما يوم لا أكمله لا أستطيع. يعني رجعت إلى ما كان فيه من الفتور ومن الخمول ومن الكسل فأقول فهمت أن السر ليس في اجتهادي أو في ذكري أو في لا، أن الأمر متعلق بذلك الورد فيه شيء، وفي المنبع الذي جاءني منه ذلك الورد فيه سر. سبحان الله. ففهمت كان هذا، وهذا طبعا الأخطاء هي من نعم الله علينا أحيانا، لأننا نستفيد من هذه الدروس التي إذا استفدتها فعلا ووضعتها أمامك يعني تنقذك من مآزق قد تقع فيما بعد في سلوكك. هذا أعطاك الإشارة بعظمة ذلك الورد، وكان هذا طبعا قبل البيعة، فالحمد لله يعني جنبنا أمور بعد ذلك، فالحمد لله. فالمهم يعني رجعت إلى الورد وواظبت عليه مرة ثانية، ثم كان هناك انقطاع لي، إذا كان هناك تقطع لأسباب مشابهة أو مخالفة، ولكن المهم كان هذا الصراع مع النفس مع المحيط مع كذا حتى يعني يسر الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يعني وكان هذا في سنة 2020 في شهر رمضان، شهر 5 كان صادف شهر 5 شهر ماي. فكنت قبل رمضان عدت إلى الورد وواظبت عليه وكذا، وكان يعني صادف إكمالي 40 يوما في الورد صادف أواخر شهر رمضان. ومن فضل الله أن سيدنا الشيخ حدد موعدا للبيعة عن بعد، لأن تلك الفترة كان مأذونا للمريد المغاربة أن يأخذوا الورد عن بعد بسبب ظروف كورونا والحجر الصحي وكذا. يعني
يعني رأيت بعض الموردين وضعوا إعلانا أن من أخذ الورد وأكمل كذا أن هناك موعد للبيع قريب وكذا. فتواصلت مع سيدي عبد الحفيظ. كان تقريبا اليوم الذي ستكون فيه البيعة هو يوم الأربعين تقريبا. فأرسلت إليه قلت له يوم الخميس الذي حدد للبيعة هو الذي سأكمل فيه الأربعين، فهل يمكنني أن كذا؟ فقال لي مرحبا، وأدخلني إلى مجموعة البيعة، فأخذت البيعة في ذلك اليوم المبارك. طبعا قبلها كنت قد شاهدت النور، ولكن لمشاهدة النور أيضا قصة لا أدري هل نرجع إليها. نعم سيدي نرجع. يعني كان ذلك قبل، كان في فترة المد والجزر. نعم. وهذا أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن نتجنبها وأن يعني ربما قد يستفيد منها السامع فلأذكرها. أنا طبعا بشدة شوقي للبيعة ولرؤية النور كنت أستطيل المدة 40. وأنا يعني من سمات الشخصية السلبية أن هكذا أني يعني لا أصبر، قليل الصبر، أصبر على كما وقع لي في صغري في 40 صلاة الضحى. كنت أستطيل مدة 40، فأقول هل يمكن أن أذهب وأخذ البيعة قبل كذا؟ يعني حتى جاءني الجواب عن طريق إعلان، وهو غريب يعني، ولم يسبق ولم يأتي من بعد. هذا كان في فترة معينة كأنه جاء من أجلي في تلك الفترة ثم لم يعد معمولا به، سبحان الله العظيم. أو لا أدري إن كان ما زال معمولا به لأنه ما زال في موقع الطريقة. أن سيدنا الشيخ في تلك الفترة في ذلك يعني أوج ذلك الشوق عندي للبيعة، يعني وضع إذنا في البيعة عن بعد، ولكن بطريقة أخرى مختلفة عن الطريقة. أنه دعاء يعني تقوم به أنت بشكل شخصي في الثلث الأخير من الليل بطريقة معينة، أنك تقوم أنك تغتسل أو تتوضأ وتستقبل القبلة وتصلي ركعتين وتجلس وتدعو الله عز وجل بدعاء، دعاء تتوجه فيه إلى الله، تعلن فيه بيعتك لولي الله سبحانه وتعالى على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحت بذلك المقال الذي صحيح. قلت هذه هي الفرصة لأخذ هذه البيعة بهذه الطريقة، كأنني أسترقها أو شيء يعني وأغتنم ذلك. ففعلت. يعني تلك الليلة كان عندي واحد الشوق وانتظار متى يعني أعددت المنبه لأستيقظ في الوقت وكذا، فقمت في الثلث الأخير ربما واغتسلت، أذكر ربما أنني اغتسلت، ثم صعدت إلى طابق أعلى كان خاليا، يعني لم يكن فيه أحد، كنا نسكن في طابق أسفل والطابق العلوي كان خاليا. فصعدت هناك إلى غرفة وجلست، صليت ركعتين وجلست وبدأت في ذلك الدعاء الذي كنت قد حفظته. حاولت أن أحفظه حتى لا أضطر إلى قراءته من كذا، فحفظته فرفعت يدي، فبمجرد أن بدأت فيه إذا بالنور لا أقول أشاهده يقتحم عيني كلتيهما فجأة ودفعة واحدة هكذا، ومضات من النور قوي جدا أقوى من هذه المصابيح، يعني بشكل كأنه برق لامع يضرب من الجهتين، حتى أن عيني بدأت ترفان بقوة معا في نفس الوقت بقوة ذلك النور الذي كنت أشاهده. واستمر الأمر وأنا في ذلك الدعاء يعني فترة. يعني كانت هذه أول مشاهدة للنور بهذا الشكل. فطبعا بعدها ما هو الخطأ هنا؟ طبعا ربما كان هناك خطأ في التسرع، لأني أعطيت نفسي الحق، لأن هذه البيعة كانت لأصحاب الأعذار وأنا جعلت نفسي منهم. أنا قلت أنا من أصحاب الأعذار وغمضت عيني وفعلت ذلك. فكان الخطأ أني بعدها يعني وقع مني ترك للورد مرة أخرى بسبب شبهات صادفت لي، وليست شبهة دخلت عقلي ولم تدخل قلبي، بسبب أحد يعني الناس الذين كانوا يعني تسببوا في ذلك. المهم على كل حال بعدها عدت إلى الورد كما قلت ووظبت عليه في كذا إلى أن أكملت 40 في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأكرمنا الله عز وجل بأخذ البيعة مرة أخرى، وشاهدت النور في هذه البيعة مرة أخرى. شاهدته ولكن ليس بالقوة التي شاهدتها في البيعة الأولى، ربما البيعة الأولى كانت تحققت فيها البيعة، والمرة الثانية شاهدت النور. فبقيت نفسي تحدثني هل فعلا شاهدت النور، لأني أقارن بين ذلك وهذا، فهذا كان وهو من نفسي. فبقي عندي هذا
هذا الصراع. أنا أدليت بأني شاهدت النور وتم إدخالي إلى مجموعة الدروس كذا، وبقي عندي هذا الوسواس، هل هذا الذي شاهدته هو فعلا النور كذا كذا كذا؟ فأكرمني الله عز وجل بتثبيت، فثبتني الله عز وجل بينما أنا في هذا الخوض وفي هذا يعني الأخذ والرد، إذا أبي يعني يكرمني الله عز وجل بعد أن استسلمت، يعني جلست أستغفر وكذا وأنا مهموم وأنا هل فعلا كذا كذا. فلما استسلمت وكأني أردت أن أستلقي للنوم، إذا بي يمن الله عز وجل علي ب3 مشاهدات متتابعة. سبحان الله. فيعني هذه المشاهدات كانت تثبيتا لي، وكأن فأزالت عني ذلك الهم، هل شاهدت؟ أنت قد شاهدت، فأنت يعني دخولك لمجموعة الدروس لم يكن من باب كذا، رأى فيك الحق عز وجل تحري الصدق. فالحمد لله يعني كان ذلك تثبيتا من الحق عز وجل. رجعنا إلى ماذا؟ يعني الحمد لله واظبت على الورد من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، طبعا مع تقصير في أدائي وكذا، نستغفر الله عز وجل من كل تقصير، فحق الله دائما أعظم. فيعني واظبت على وردي وكذا، ولكن كانت صلتي بالطريقة وبفقرائها وبالشيخ قدس الله سره علاقة فيسبوكية إذا صح التعبير. طبعا علاقتي بالشيخ كانت بالورد والنور، ولكن علاقتي بالطريقة وبالمريدين كانت عبر الفيسبوك فقط. فكنت بالنسبة لهم شخصية افتراضية، يعني في الفيسبوك عندي حساب دخلت به إلى مجموعة الدروس، وهذا الحساب أشارك فيه وأكتبه وأناقشه وكذا، ويعني كنت أشعر بالانتماء. طبعا كنت أتابع دروس سيدنا الشيخ يعني تقريبا كلها، يعني إلا إذا كان هناك ظرف طارئ أو عمل أو كذا، كنت أتابع مجالس ذكرية عن بعد، ويعني أقوم بالذكر الذي يقوم به سيدنا الشيخ في مجالسه وكذا. فكنت هكذا، كنت كركريا عن بعد. هذا البعد كرسته تلك السمة التي أشرت إليها مرارا من قبل، وهي سمة التردد. فبقيت قرابة السنة وأنا متردد في اتخاذ قرار زيارة الزاوية. طبعا ما الذي شجعني على هذا التردد هو ظروف كورونا والحجر الصحي، ولكن حتى حينما خف الأمر قليلا وصار الناس يستطيعون أن كذا، بقي ذلك كأنه تسويف. أقول اليوم غدا بهذه العطلة هذه هكذا، حتى امتدت يد الشيخ مرة أخرى وأخرجتني مرة أخرى من هذا. سبحان الله. لذلك قلت أن تلك الرؤية كأنها كانت يعني تلخيصا لسلوكي ولعيوب سلوكي. فكانت هذه اليد الجديدة بعد يد سيدي عبد الحفيظ كانت يد سيدي دريس الرباطي هذه المرة، حيث أنه زرت مدينة مراكش في سنة 2020 في أواخر 2021. أنا أخذت البيعة في 2020 وبقيت سنة وأنا يعني أتابع الطريقة فقط عن بعد إلى 2021، حيث كتب الله زيارتكم بإشارة من سيدنا الشيخ، فزرتم المدينة يعني وكانت زيارتكم كانت هي الكرم كله، لأنها كانت هي السبب الذي شجعني لزيارة الزاوية. لأن اتخاذ قرار يعني المجيء للزاوية كان بتشجيع منكم يعني بشكل كبير، يعني فكانت المرة الثانية التي أخرج منها من ذلك التردد بهذه الرحمة الإلهية. فالحمد لله. فكانت زيارتي الأولى للزاوية كانت يعني لها طابع يعني خاص وطابع عجيب، وما زلت إلى اليوم يعني أتذكر يعني دروسها وما تعلمته فيها. حدثنا عن ذلك بتفصيل سيدنا إن شاء الله. إن هناك من لم يزور الزاوية لحد الآن. نعم. لذلك نريد أن تنقل له الصورة. طبعا فرق كبير بين أن تكون مريدا عن بعد وبين أن تأتي إلى الزاوية. يعني تضيع على نفسك يعني خيرا كثيرا، ويعني تذوق يعني السلوك والتربية على أصلها وكمالها. طبعا حينما تأتي إلى الزاوية طبعا القرب من الشيخ له يعني له تأثير كبير جدا، أن تأخذ عنه مشافهة وتأخذ عنه مباشرة وأن تحظى بنظرته المباركة وكذا، هذا كله لن تحوزه عن بعد. وإن وصلك بعض أنفاسه ونسائمه، لكن لا تصلك على الكمال الذي يكون بذلك القوة التي تكفي لكسر ما في قلبك من أصنام وما أحاط بك من أوحال ومن ظلمات. فزيارتي للزاوية كانت في صيف سنة 2021.
طبعا هذه الزيارة أكرمني فيها سيدنا الشيخ يعني باستقبال أبوي، يعني وكنت أشعر بأنني لست غريبا في هذه الزاوية، وكان يشجعني طبعا، لأني طبعا يعني شخصيتي المترددة وفي نفس الوقت الخجولة يعني المائلة إلى الظل. يعني أنا أبحث، يعني عفوا أبحث، أنا أفر يعني من يعني الأضواء من كذا. فسيدنا الشيخ كان يشجعني يعني بأمور كثيرة. المهم كان أول لقاء لي مع سيدنا الشيخ في درسه. يعني بعد الصلاة كان هناك درس بعد صلاة العصر، فيعني سألني يعني هل الأخ من مدينة مراكش؟ قلت له نعم سيدي فقط. ثم كان هناك يعني لقاء يعني بعدها يعني في نفس الليلة، حيث يعني سألني عن كذا، عن متى دخلت الطريقة وكذا وهذا، وأعطاني إشارات. وطبعا الإشارات التي يعطيها سيدنا الشيخ للمريد في بدايته تكون ملخصا وتكون مفتاحا لسلوكه. فطبعا أنا وأنا قلت أني كثير العيوب. من هذه العيوب أني يعني مفرط التفكير، وإفراط التفكير هو الذي يسبب لي ذلك تماطل والتردد في اتخاذ القرار. يعني كل شيء يعني أبقى أفكر فيه وأبقى في دائرة التفكير. فكان أول شيء يعني ذكره لي سيدي الشيخ بعد أن تفرس في ونظر في نظرة عميقة، قال لي: يا بني، يبدو أنك يعني تشغل عقلك كثيرا. سبحان الله. فقال لي: أفرغ إناءك حتى نجد يعني أين نضع يعني ما عندنا. فكانت هذه الإشارة إلى هذا العيب وإلى وجوب العمل على إصلاح هذا الخلل. هذه هو المبالغة في الجانب العقلي والجانب كذا. العقل طبعا طريقة والتصوف ليس ضد العقل، لكنه يأخذ بيدك كما ذكرتم في الحلقة السابقة من العقل الأصغر إلى رحاب العقل الأكبر. فأنت من عقل إلى عقل. ولكن كما كان يذكر بعض أهل العلم، كانوا يقولون بأن العلم كما ينسب إلى الإمام أحمد ربما، كان يقول: العلم 3 أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث قال لا أعلم شيئا. سبحان الله. فهذا نحن طبعا عشنا عمرنا كله في الشبر الأول، فكنا نتكبر بذلك العلم. ثم بعد ذلك اتضح لنا أننا كنا في جهل مركب. فما تظنه عقلا فما هو إلا وهم في الحقيقة، وما تظنه علما ما هو إلا ظن واتباع للظن. ثم ترى العلم الحقيقي في مظنته الأصلية التي هي المرتبطة بالبرهان الرباني النوراني. طبعا العلم نور كما ورد عن الإمام الشافعي، وعلم الله لا يؤتى لعاصي. فهناك فرق كبير، وهذا مما استفدناه من دروس سيدنا الشيخ التي تلقيناها مباشرة وعن بعد. يعني ذلك الفرق الكبير بين العلم اللدني، العلم الرباني، علم الولاية وما تظهره الولاية من علمها طبعا، وبين العلم الظاهري المكتسب. طبعا هذا العلم الظاهري المكتسب لا نقلل منه ولا ننقص منه، بل سيدنا الشيخ يحثنا على طلبه ويحثنا على احترامه وعلى العمل به، ولكنه لا ينبغي أن يكون حجابا وحاجزا بينك وبين طلب ما هو أعلى، وأن تعلم أن ثمة ما هو فوق ذلك. وفي قصص أهل الله الصالحين يعني ما يدل على ذلك. يعني الإمام الغزالي رحمه الله مثلا، قصته ملهمة لكثير ممن دخل التصوف، وكانت قصته من القصص التي أثرت فيها كثيرا طبعا في بداية تعرفي على التصوف، الذي كان قد بلغ ما بلغ في العلم وفي كذا، ونحن لم نبلغ شيئا أصلا من مثل علمه. أنا يعني من صغار طلبة العلم، وعلمنا علم أكاديمي أصلا، وليس حتى ذلك العلم المؤصل الذي يأخذه العلماء في المدارس والمعاهد العلمية العتيقة وكذا، إنما هو علم مدارس والجامعات وكذا، فهو علم يعني كأنه ثقافة وليس علما. أحسنت. وفيه الحفظ أكثر منه، حتى لو كان هناك فهم فهو فهم محفوف بالوهم. فالإمام الغزالي رغم كل ما بلغه بعد ذلك علم أن وراء هذا العلم طورا أعظم. هذا الطور لا تصل إليه بمجرد النظر في الكتب ومجالسة العلماء، وإنما تصل إليه يعني بمجاهدة النفس وبالسير في طريق أهل الله. نعم. إذن فكان هذا اللقاء الأول.
وكان هذا الدرس. والدروس في الزاوية لا تأخذها فقط في مذاكرات سيدنا الشيخ، وإنما تأخذها من كل شيء، تأخذها من الإنسان المتمثل في المريد، وتأخذها من الجماد ومن الحيوان، وتأخذها من كل شيء، من كل شيء تأخذ عبرة وتأخذ يعني إشارة أينما. وكان مما يعني تفضلت به علي سيدي إدريس أن حينما أوصلتني، وكنت أنت من أوصلتني إلى الزاوية، يعني أشرت لي بإشارة ما زلت أعمل بها إلى يومنا هذا والحمد لله. لا أقول أعمل بها تماما، ولكن أستحضرها حتى أعمل بها، وهي أن المريد حينما يدخل للزاوية فقد دخل قاعة اختبار، وبالتالي ينبغي أن يكون مستعدا لتجاوز هذه الاختبارات التي هي عقبات الطريق. نعم. لأن الطريق ليس مجرد يعني أمر نظري يعني تأخذه فكرا نعم. وتجد الطريق مذللة ميسرة، لا، ستجد عقبات واختبارات وامتحانات وكذا. فدخلت. أنت يعني تدخل معركة لمحاربة نفسك أصلا. نعم. فحيثما وجدت يعني الليونة، وجدت فعلا بأنك وجدت ما يريح النفس. نعم. وليس وهذا عكس نعم. تربية النفس يعني تحتاج إلى يعني شيء من يعني الشدة أحيانا، نعم. وشيء من المواقف الصعبة التي تخرجك مما يسمونه اليوم بمنطقة الراحة. نعم. تخرج إلى ميدان المجاهدة ولو بقدر نعم. يعني أنت لن تستطيع أن تنجح في كل الامتحانات، ولكن حتى حينما تفشل فأنت تتعلم من فشلك. نعم. فأول يعني هذا كان نموذج فقط. يعني بعد أن فارقتني بدقائق يعني صليت، لأنه كان بعد صلاة الصبح صليت الضحى، وأردت أن استلقي للنوم، فإذا بي أشاهد أحد المريدين يجلس هناك يعني يمسك هاتفه، فاقتربت منه. أنا استحييت أن أنام دون أن أسلم عليه، فاقتربت منه وقلت له السلام عليكم. فلم يجبني. فاقتربت أكثر، قلت له السلام عليكم، فلم يجبني. سبحان الله. فاقتربت حتى كاد وجهي حتى لم يبقى بيني وبين وجهي إلا يعني أول امتحان. نعم فعلا. وهو ينظر في هاتفه، فتذكرت وصيتك، فقلت هذا أول الامتحانات. قلت لعلها إشارة من سيدنا الشيخ حتى أعلم أنني لا شيء، وأن هذا المريد مسكين ربما ولم يرني أصلا، لأنني أصلا لا شيء. نعم ما شاء الله. فجلست، ذهبت واستلقيت ونمت عادي واستيقظت عادي يعني لم يحك في صدري من ناحية هذا المريد شيء. فيما بعد ماذا اكتشفت أن هذا المريد يعني، وهذا من تربية الشيخ التي تتلقى في الزاوية، قد أمره بالصمت، وما يسمى بصوم الصوم عن الكلام. نعم. طبعا الصوم عن الكلام هذا ما هو أن تترك فضول الكلام. نعم. وأن لا تتحدث إلا بالذكر وبالصلاة وكذا وبقراءة القرآن، وتترك عنك فضول الكلام. فكان هو يجاهد نفسه حتى لا يجيبني، حتى لا يقطع هذا الأمر الذي أمره به الشيخ. وأنت تجاهد في الطرف الآخر. هذا فهمته فيما بعد. نعم. فهمته بعد أيام. نعم. وصار هذا المريد الذي يعني صار يعني من أقرب المريدين إلي، الذي وضح لي أمور كثيرة يعني وتجاذبنا يعني أطراف الحديث في مرات كثيرة. نعم. كان مقربا. فالحمد لله يعني قلت لو أني أسأت به الظن في تلك الفترة. نعم. ربما وأقول ماذا هذه هي تربية كذا، فأحمل حقيبتي وأذهب. نعم. قلت فالحمد لله قلت ثبتني الله عز وجل بتلك الوصية التي سمعتها من سيدي إدريس. وهكذا. إذن هذا نموذج. إذن الآن أنت هنا التربية تكون بوضعك في خضم هذا البحر، وليس بمجرد إلقاء دروس ومحاضرات كما هو موجود في الجانب النظري. هناك يعني من يتحدث في التصوف النظري، ومن يؤلف فيه، ومن يكتب، ومن يدعي التربية. ذكرتني بقصة أريد أن أسردها عليكم وعلى المشاهدين. أحد الأشخاص كان يحدثني من إحدى الدول الخليجية، فحدثني يعني مدة طويلة جدا، ربما أكثر من سنة. بعد ذلك قرر أن يزور سيدنا الشيخ ويزور الزاوية، وكان ذلك صادف ذلك قبيل المولد النبوي، حيث تكون الزاوية ممتلئة عن آخرها بالمريدين ومن كل أنحاء العالم. فجاء وصل في الليل، يعني في موعد النوم،
وجد الفقراء يعني ينامون في القاعات هكذا مستلقون بالبساط أحمدي كما يقال. وصادف أن من كان نائما في وسط أولئك إحدى الشخصيات المرموقة، يعني بدون ذكر الصفة أو الاسم، يعني شخصية فوق التصور، مستلقٍ ونائم وسط المريدين. والشخص هذا يعني شعر بالضيق، قال مع هذه الحالة الكل نائم على الأرض، فرجع. لم يلتقي بسيدنا الشيخ إلى الآن. رجع حدثني من كلمني الفقراء، قالوا له السيد الذي تحدثت إليه والذي أرشدته إلى الزاوية قد عاد. عندما اتصلت به قال لي أنا منزلي فاخر وأنا غير معتاد على النوم هكذا مع الآخر. قلت له يا ودي كل أولئك منازلهم فاخرة، هناك من ترك قصورا، أنت أتيت لتجاهد نفسك. إذن هذا ما قلت عنه أنه درس أو قاعدة، يعني أغلب المريدين الذين يتشبثون بذلك ويرون بأن جاء هنا ليجاهد نفسه. طبعا لا نتحدث هنا عن، لن تجد مثلا مثل منزلك أو مثل غرفة نومك في الزاوية أنت تنام برفقة الفقراء الآخرين، ولكن عندما تتخذها من هذه الناحية تبدأ في فهم الدروس. هذا لم يفهم الدرس، بل لم يدخل المدرسة أصلا، يعني عاد من باب المدرسة، فحرم من لقاء شيخنا قدس الله سره إلى اليوم. أكمل سيدي، أعتذر لأنني قطعت. هذا طبعا الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه، فيكون التوفيق لتجاوز بعض الاختبارات والفشل مع الفهم في بعضها، يعني يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا الذي تفضلتم بالإشارة إليه يعني من أهم ما يستفاد في زيارة الزاوية. يعني إحنا قرأنا ونقرأ كثيرا لأهل الله في كتبهم عن أنه من المجاهدات التي ينبغي أن يخوضها المريد يعني قطع العوائد، يعني مخالفة العوائد وقطع العوائق العلائق، قطع العلائق ومخالفة العوائد. أحسنت. هذا مجرد كلام لن تذوقه إلا حينما تأتي إلى الزاوية. أحسنت. فأنت قد ألفت الفراش الوثير والوتير والطعام يعني بما تشتهي نفسك، فتأتي هنا فتجد فراشا متواضعا يعني تستلقي على الأرض، وكنت تنام وحدك، فإذا بك أنت مضطر لأن تنام قرب يعني عشرات من المريدين، وكنت يعني تحافظ على كثير من خصوصيتك. الآن أنت هنا يعني أمام الجميع يعني فهذه الأمور يعني تخرجك من ما اعتادته نفسك، وهذا ضروري جدا في التربية الصوفية وفي السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني تمهيد كأنه حركات إحمائية وتسخينات من أجل العمل على إصلاح النفس وعلى تزكيتها وتربيتها. كذلك الطعام، أنت هنا طبعا الطعام موجود والحمد لله، وهذا من كرم سيدنا الشيخ. لن تجد كرما كما تجده في الزاوية. فالذي يأتي إلى الزاوية لا يحمل هم لا طعام ولا سكن ولا شيء، فالكرم فائض هنا، ولكنه ليس على هواك. أنت في بيتك تختار من الأطعمة ما تشتهي، لكن هناك يعني هناك نظام معين، لا في الوقت ولا حتى في الأطباق التي تعد. أنت ملزم بأكل هذا، أعجبك أم لم يعجبك. فهنا النفس طبعا تحتاج إلى نوع من المجاهدة حتى تألف هذا النظام الجديد. فالحمد لله كان هذا يعني شيء قليل من كثير مما استفدته من زيارة الزاوية. طبعا السماع من سيدنا الشيخ، ذلك السماع المباشر الذي يصل إلى القلب مباشرة، تلك الكلمات النورانية التي تخاطب الروح وتخاطب القلب قبل أن تخاطب العقل. كنت قد سمعتها عن بعد، لكن الآن أسمعها مباشرة، وفيها ما لا تجده في كتاب وما لا تجده في محاضرة أو تجدها عند غير هذا الشيخ المبارك قدس الله سره. يعني ما أشرنا إليه مثلا قبله من أمر فهم القرآن وفهم السنة بشكلين ينفعك، لأن سيدنا الشيخ دائما حتى لو حدثك عن الدنيا فإنها تكون إشارة في سلوكك وفي تربيتك وفي تزكية باطنك، إلا إذا أغفلت أنت، إلا إذا كنت من الغافلين. فكل كلامه عن التزكية وعن التربية، وهذا حال سيدنا الشيخ
في حله وترحاله. يعني رأينا سيدنا الشيخ في الزاوية، رأينا خارج الزاوية، رأينا في البيوت، رأينا حتى في المقهى. لا يختلف حاله أبدا ما بين ذكر ومذاكرة. حتى بعض الناس الذين يشاهدون سيدنا الشيخ في ترحاله وفي زياراته الخارجية وسفره لبعض البلدان فيشاهدون الصور، لكنهم لا يشهدون ما وراء تلك الصور. حينما تحضر معه في تلك المواطن ستعلم ماذا يفعل هو هناك. لا يفعل شيئا غير الذكر والمذاكرة أينما حل. حتى أني وهذا يعني ذكرته لبعض الإخوان، يعني سيدنا الشيخ يعني كان عنده ضيوف، نحن كنا في القاعة الأعلى وكان عند سيدنا الشيخ ضيوف، فإذا بي أجد حتى جلساته مع ضيوفه عبارة عن ذكر وقراءة قرآن وسماع فاستغربت، قلت حتى استضافته لأهلي وأسرته هي مجلس ذكر. فيعني هذا لا تجده عند غيره. حتى عند طبيب الأسنان، يعني حدثني طبيب أسنان وهو أخوه، يعني كان يصلح له إحدى أضراسه وهو يذكر، حتى يعني وهو عند طبيب الأسنان حيث مرحلة الترقب والخوف هو يذكر الله عز وجل بشكل يعني متواصل. سبحان الله. نعم سيدي عبد الحميد، هناك أيضا أشواط أخرى وشوط مهم جدا وهو الدخول إلى الخلوة المباركة، وهي طبعا مرحلة أخرى أو منعرج آخر يتخلص فيه الإنسان من نفسه ويعرف حقيقة معية ربه. لكن سنضطر مرة أخرى إلى أن نوقف الحلقة عند هذا الحد ونترك الخلوة المباركة إن شاء الله حديث عنها إلى الحلقة المقبلة. نشكرك مرة أخرى، جزاكم الله. وكما فعلت في الحلقة الماضية فعلت أيضا في هذه الحلقة، دائما تشوقنا وتتفرع بالشكل في الوقت الذي يجب فيه أن تتفرع، وتفصل في الوقت الذي يجب فيه أن تفصل. إذن استفدنا منك كثيرا. طبعا أتمنى أن يكون المشاهدين والمشاهدات قد استفادوا أيضا، وأتمنى أن ننظر دائما إلى الكلام على الأقل بعين مجردة، يعني من الخلفيات. فأنت دائما عندما تنظر إلى شخص معين بخلفية معينة، تلك الخلفية هي نظارتك، فيمكن أن ترى مثلا طبيعة خضراء خلابة بنظارات سوداء، فلا ترى ذلك اللون ولا ترى يعني حقيقة لون الطبيعة، لأنك تضع على أعينك نظارات يعني تشوش عليك الرؤية. هذه هي الخلفيات وهذه هي الأفكار والمعتقدات التي نسلطها على الآخر عندما يتحدث، ونكون نحن يعني نضعه في خانة معينة. حاول أن تنظر أو أن تستمع إلى الكلام على الأقل، جرب مرة واحدة بعين مجردة من الخلفيات، بعين يعني ترى ما يوجد لا ما تحبه أنت أن يوجد، ما يوجد فعلا، وسترى الأمر اختلف. وهذا درس لسيدي عبد الحميد الذي تحدث لنا في الحلقة الماضية عن كما قلنا التيار يعني يكره التصوف إلى ما نسمعه الآن، إلى هذه الدروس التي استفادها، إلى هذا الخير الذي ربما كان سيحرم منه طبعا لولا رحمة الحق عز وجل به، ولولا أن غير ذلك المسار ما رأى وما شاهد وما تمتع بما ذكره لنا. هناك مجموعة كبيرة جدا من الإشارات والعبار والدروس التي يمكن أن نستقيها إذا كنت مثلا تحب أن تكون من الذين يتلذذون بعبادة الحق عز وجل، فهذا هو الطريق. إذا كنت تريد أن تترك الكسل ويرزقك الله عز وجل همة القيام وهمة الصيام وهمة الذكر، فهذا هو الطريق، هذا طريق الله عز وجل، وهذا طريق النور. ونحن نتحدث هنا بلسان حال، لا نتحدث عن قصة من الزمن الغابر، بل نتحدث عن مريد جالس معنا يحدثنا عن تجربته بصدق يعني يشع من أعينه. طبعا نتمنى أن يكون ذلك مفيدا لكم ولكنا. نضرب لكم إن شاء الله موعدا في الحلقة المقبلة. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.